ندخل في الجزء الثالث من الفيديو وده أهم جزء واللي هنقول فيه إزاي تذاكر وتحل كل مادة بطريقة أسهل، وهقول لك كمان هتحل منين، يعني مصادر حل فيها أهم الأسئلة بس بحيث تلم معظم الأفكار من غير حل كتير توفير للوقت. يلا نبدأ بالإنجليزي، إزاي تذاكره وإزاي تحل أسئلته وبعدين مصادر الحل. الإنجليزي عبارة عن كلمات وقواعد، كلمات بتتحفظ إزاي، والطريقة الأفضل إنك تدخل كل كلمة في جملة من عندك، ده لازم عشان ما تنساش، بس أنا وأنت مش بنعمل كده عشان عايزين نخلص بسرعة، لأن لما تدخل كل كلمة في جملة من عندك رغم إن دي أفضل طريقة بس هتاخد وقت طويل، عشان كده في طريقة أسرع. أولا تبدأ تقرأ مثلا 20 كلمة وبعدين تحاول تسمعهم لنفسك، والكلمة اللي مش عارفها تعلم عليها. أنت لما تبدأ تقرأ الكلمات بتلاقي نفسك عارف حوالي تلت الكلمات، يعني لو هم 100 كلمة أنت بتكون عارف منهم حوالي 30 كلمة أو أكتر كمان، عشان الإنجليزي تراكمي، فشوية الكلمات الزيادة دول اللي أنت علمت عليهم عشان مش عارف تحفظهم اكتبهم في كشكول مخصص للإنجليزي وبعدين تبعتهم لتشات جي بي تي أو ديب سي وتقول له اعمل لي بالكلمات دي قصة بالعربي، في خلال ثواني هتلاقيه عمل لك قصة بالعربي فيها الكلمات الصعبة دي بالإنجليزي، وكل اللي عليك تقرأ القصة دي كل شوية وتحاول تفتكر الكلمات الموجودة في القصة، وهتلاقي نفسك حفظت الكلمات من غير مجهود كبير، بل هتحب أحداث القصة وهتربطها بالكلمات. كده أعتقد موضوع الكلمات خلص. ندخل في القواعد ودي معظمها فهم والحفظ فيها قليل. بعد ما تسمع شرح القاعدة اقرأ القاعدة بتركيز وفهمها كويس، وطبعا القاعدة مش هتثبت من أول مرة، عشان كده بعد ما تقرأها بتركيز روح حل على طول، وكل ما تلاقي سؤال مش عارف تحله ارجع للقاعدة وشوف الجزئية اللي فيها شرح السؤال ده، وسؤال ورا سؤال هتلاقي القاعدة بتثبت من غير مجهود، لأن الأسئلة بتثبت الفهم بشكل أكبر. ندخل في المادة التانية وهي الفيزياء. بتتذاكر إزاي؟ أولا بتسمع الشرح بتركيز وتحاول تحفظ وتفهم القوانين كويس. بعد ما تسمع تقرأ الدرس وتركز على القوانين تحفظها كويس وتحفظ مشتقات كل قانون، يعني كل قانون طلع منه قوانين مختلفة عشان دي أساس الحل، وبعدين تحل الأسئلة اللي في كتاب الشرح اللي بتكون داخل شرح الدرس نفسه وبتكون دايما محلولة، وأنت تحاول تفهم أفكار الحل كويس وبعدين تحل الأسئلة دي لوحدها. طيب مصادر الحل منين؟ هتحل من كتاب الامتحان، حل نص التدريبات اللي على كل درس أو أكتر من نص على حسب قدرتك والوقت المتاح، وبإذن الله الموضوع هيكون سهل. بالنسبة للرياضيات بتتذكر ازاي؟ شبه الفيزياء، بتسمع شرح الدرس بتركيز وتفهمه كويس، ويفضل تسمع من قناة مقهى رياضيات عشان بيقول أفكار صعبة في الشرح، بتوفر عليك حل عشان لو ما لحقتش تحل على الدرس، وعن تجربة بيكون شرحه كافي بنسبة كبيرة، وطبعا براحتك تسمع المدرس اللي بتفهم منه، ده كان رأيي. وبعد ما تسمع الشرح تقرأ الدرس وتفهمه برضه، تفهم الأسئلة المحلولة اللي بتكون أثناء الشرح، لازم تعرف أفكارها واتحلت ازاي، لأن أسئلة الشرح المحلولة دي فيها معظم الأفكار فلازم تفهمها. ندخل في الكيمياء. أولا قبل أي حاجة لازم تكون فاهم أساسيات الكيمياء، تكون حافظ رموز بعض العناصر والتكافؤات والمجموعات الذرية وكل حاجة متعلقة بالأساسيات، وكل الحاجات دي مستر خالد استغرق عملها في فيديوهين، يا ريت تسمعهم هيفرقوا معاك في التأسيس وهيسهلوا عليك المنهج. وبالنسبة للمنهج أولا بتسمع الشرح وتركز برضه وبعدين تذاكر الدرس وتفهمه وتحفظه كويس. طيب هتحل كيمياء ازاي؟ طيب هتعمل ايه عشان ما تغلطش كتير؟ هتبدأ تحل مثلا أول 5 أسئلة على كل درس وبعدين تشوف حل المدرس عشان غالبا هتغلط، فهتشوف من المدرس فكرة السؤال، وكل سؤال غلطت فيه أو في فكرة ما كنتش تعرفها علم عليها عشان تراجعه قبل الامتحان. ولما بتصحح الأسئلة أول بأول نسبة الأخطاء عندك هتقل بنسبة كبيرة، لأنك بتعرف أفكار الحل أول بأول، وغالبا الأفكار بتتكرر تاني، وأول مرة تحل فيها كيمياء ما تاخدهاش مقياس لمستواك، لأنك أول مرة تدرس كيمياء ومش متعود على أسئلتها. كل ما عليك إنك تحل كتير وتعرف فكرة كل سؤال، وكده كده عدد الأفكار اللي علينا مش كتير، أنت لما بتحل من مصدر واحد وتفهم كل الأفكار اللي فيه فبتلاقي الكتب الباقية بتجيب نفس الأفكار، يعني بإذن الله الموضوع سهل، أنت بس تحاول تحل شوية وهتلاقي الموضوع بقى أسهل، والأفكار اللي أنت مفكرها مش بتخلص هتلاقيها متكررة ومفيش جديد. إزاي بتذاكر؟ أولا تسمع الشرح، ويا ريت تسمع الشرح من مدرس بيشرح عن نواتج التعلم بتاعة الدرس وأفكار الحل، زي قناة أنويس التاريخ بيشرح النواتج أثناء الشرح. وبعد ما تسمع الشرح تذاكر الدرس، أولا تقسم الدرس مثلا إلى 3 أجزاء وتحدد وقت معين لكل جزء، يا ريت تحدد 10 دقائق أو أقل لكل جزء، وكده الدرس هيخلص معاك في نص ساعة أو أقل. طيب إزاي تخلص كل جزء في 10 دقائق؟ أولا بتقرأ الجزء بفهم وتحاول تركز كويس وتخطط على الأجزاء المهمة، وبعدين تقرأ مرة تانية وتركز بزيادة على الحتت اللي أنت خططتها، وبعد ما تخلص الجزء تسأل نفسك أنت محتاج تعرف إيه من الجزء ده وإيه أهم حاجة، وبعدين تذاكر الحاجات المهمة في المرة الثالثة وتركز عليهم بزيادة، لأن قلت لك هتقرأ كل جزء 3 مرات بتأني. طيب والحل إزاي؟ الحل طالما أنت هتسمع من قناة أنوبيس فبإذن الله مش هيكون عندك مشاكل في الحل. طيب هتحل منين؟ حل كتاب الامتحان مش هياخد معاك. طيب بالنسبة للعربي، بعد ما تسمع الشرح بتركيز وتحاول تفهم كل نقطة في الدرس أثناء الشرح، بعدها تبدأ تذاكر الدرس بتركيز وتفهم الأمثلة. وبالنسبة للحل النحو ما عنديش طريقة مميزة للحل، لأنك بمجرد ما بتفهم الدرس هيكون الموضوع سهل. طيب بالنسبة للأدب أغلب الأسئلة بتتحل بالاستبعاد، لأنك طالما ذكرت وحفظت الخصائص والسمات بتاعة كل درس فبتلاقي الاختيارات فيها إجابات مختلفة عن اللي أنت حفظتها في الدرس، يعني مثلا يسأل
تسأل عن سمات الألفاظ بتلاقي 3 إجابات غلط شبه بعض، واحدة تميل إلى التعقيد وواحدة كثرة الخيال والتالتة برضه بتكون حاجة شبه كده، والإجابة الصح بين ال4 بتكون أنت حافظها من الدرس، يعني مثلًا الإجابة هنا هتكون الألفاظ تميل إلى السهولة، وهكذا في معظم أسئلة الأدب. أما المتحرر فمحتاج حل كتير، حاول تحل كتير ومع الاستمرار الموضوع هيكون سهل. عايز طريقة للمذاكرة والحل عمومًا، وأفضل طريقة هنا إنك تذاكر بتقنية البومودورو، ودي ذكرتها في أكتر من فيديو، وهي إنك تذاكر 50 دقيقة أو أكتر وبعدين تاخد 10 دقايق راحة، ولازم تحدد هدف كل جلسة قبل ما تبدأ، يعني مثلًا تقول ال50 دقيقة دول أنا ناوي أسمع المحاضرة دي، وتحدد محاضرة أو درس معين، وقبل ما تحل لازم برضه تحدد وقت، عشان لو ما حددتش وقت للحل أنت ممكن تقعد في كل سؤال 10 دقايق، وكده وقتك هيخلص، عشان كده حدد مثلًا ربع ساعة لكل 20 سؤال على حسب المادة اللي أنت بتحلها، وتبدأ حل، والسؤال اللي ما تعرفوش سيبه للآخر عشان تخلص قبل الوقت المحدد، وده هيساعدك في التدريب على الامتحانات، وتكون متعود على الحل السريع. ويا ريت تستخدم تطبيقات تساعدك على الدراسة وتنظم وقتك، وفي فيديو أنا عملته بعنوان أفضل 7 تطبيقات للدراسة، هسيب اللينك في أول تعليق، يا ريت تسمع.